اويل كنترول مويسترايزنج جيل كريم من سيرافي، هل ده احلى كريم للبشره الدهنيه؟ والحقيقه يا جماعه انا مش من الناس اللي بغير مرطبات كتير، بالذات المرطب. يعني ممكن اجرب غسولات مصري ومستورد سيرمز مثلا، بس الكريمات المرطبه لا. وده لان المرطب هو الحاجه اللي بتستخدميها كل يوم الصبح وبالليل وبتفضل على بشرتك وقت طويل، فالمرطب بالذات ما ينفعش ولا تسترخصي فيه ولا تقولي هجرب النوع كذا ممكن يطلع كويس وبعد كده يطلع لك حبوب وتقعدي تعالجي فيها شهور. لا، من الاول انا بقولك المرطب لازم يكون كويس ومخصص لبشرتك انتي ولنوعها ولمشاكلها. لو بشرتك جافة هاتي كريم ترطيبه قوي، ولو حساسة هاتي كريمات التركيبة بتاعتها لطيفة، ولو بشرتك معرضة للحبوب ودهنية ودي اكتر نوع بشرة صحابها بيعانوا معاها، لازم الكريم المرطب يكون خفيف وبيتحكم في افراز الدهون مش بيطلع حبوب، ودي اهم حاجة. هل كريم سيرافي بقى بيعمل الحاجات دي؟ والحقيقة ايوه، هو حلو قوي، بيرطب بعمق جدا، مش بيسيب اي زيوت على البشرة نهائي، واهم حاجة انه بجد مش بيطلع حبوب. انا عايزة اقول لكم على حاجة، انا بستخدم مرطب سيرافي اللي هو اصلا اللوشن للبشرة الجافة والجافة جدا، ويا جماعة بجد خطير. انا بستخدمه بقالي سنين وكنت بجيب منه ستوك عندي، ولا مرة طلع لي حبوب ولا مرة حسيت انه مش مناسب لبشرتي او بيخلي البشرة تزيت، مع اني بشرتي دهنية وكنت بستخدمه صيف شتاء كان تحفة. لما لقيت سيرافي عملوا كريم مخصوص للبشرة الدهنية كان لازم اجربه. طب ايه الفرق ما بينهم؟ بالنسبة لي الفرق بسيط جدا. المويسترايزنج لوشن كان ممكن يسيب لمعة بسيطة على البشرة وما كانتش مضايقاني، بالعكس كانت لمعة صحية وشكلها حلو. وترطيبه اقوى، حاجة بسيطة، وبعدين منطقي انه يبقى اقوى في الترطيب لانه لوشن. زي ما انتوا عارفين اخف حاجة في المنتجات اللي بيكون مكتوب عليها جل، ودي في الاغلب بتكون للبشرة الدهنية، بعدها اللوشن، ودي بتنفع للبشرة الدهنية وبرضو المختلطة. والمنتجات اللي بيكون التكستشر بتاعها كريم، والمنتج نفسه بيكون مكتوب عليه كريم مش جيل كريم ولا لوشن، ودي بتكون مخصوص للبشرة الجافة. المويسترايزنج لوشن تاني مكون فيه على طول بعد الووتر بيجي الجليسرين، وعشان كده ترطيبه اقوى، وزي ما قلت لكم بيسيب لمعة على البشرة، وبقول لكم تاني ما طلعليش حبوب ابدا ولا بيسد المسام، وبرده قوامه خفيف جدا. بالنسبه بقى للاويل كنترول جيل كريم، تاني حاجه بتيجي بعد الووتر على طول وهو النياسيناميد، وده من اكتر المواد اللي البشره الدهنيه بتحبها. بس لو بتستخدمي سيروم نياسيناميد يفضل ما تستخدميهوش معاه، اولا لانك مش هتكوني محتاجاه اصلا، لانه معنى انه مكتوب تاني مكون فده بيدل على ان نسبته كويسه مش قليله. تاني حاجه لان ممكن يطلع لك حبوب، لان كده هيبقى تو ماتش نياسيناميد على البشره. وعلى فكره تالت مكون بعد الاكوا والنياسيناميد هو الجليسرين، وده طبعا عشان يرطب ويلطف البشره. ده غير زي ما كلنا عارفين الثلاث انواع سيراميد اللي بتكون موجوده في كل منتجات سيرافي، اللي بتصلح الجلد من العيوب وبترمم حاجز البشره وبتعزز حمايه البشره وبتخلي الجلد يحتفظ بالترطيب لوقت طويل. طيب الكريم ده من الاخر لمين؟ لاصحاب البشره الدهنيه طبعا، ولو بشرتك مختلطه كمان هيكون حلو قوي. البشره الجافه هيكون خفيف جدا، هيكون افضل لو استخدمتي الكريم مش اللوشن او الجل. مناسب كمان لو بشرتك حساسه او معرضه للحبوب، لانه مش هيطلع لك حبوب ما تقلقيش. مناسب انك تستخدميه تحت الميك اب او الصن بلوك. في الصيف طبعا هيكون تحفه لانه بيتحكم في افراز الدهون بشكل كبير. في الشتاء لسه هنشوف، انا بدات استخدمه من فتره قريبه. كلنا تقريبا بشرتنا بتكون جافه جدا وساعات بتوصل انها تقشر، فلسه هنختبره في الشتاء. بالنسبة لعيوبه يا جماعة هو عيب وحيد، وانه غالي مقارنة بحجمه، هو حجمه صغير زي ما انتم شايفين، فبيخلص بسرعة جدا، ودي المشكلة الوحيدة. لو حد جرب الكريم ده يقولي في الكومنتات تجربته، ولو اي حد عنده اي سؤال يكتب لي برضو في الكومنتات، انا برد على كل الاسئلة. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد، وكمان ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو ده مع صحابكم. بس كده، باي باي.